أهلا وسهلا وعسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم جبت لكم اقتراح من اقتراحاتي السهلين اللي تنجموا تعملوهم فيت فيه، والمكونات ما هيش صعيبة ومتوفرة إن شاء الله في كل بيت، خاصة تربحكم الوقت وفي نفس الوقت زادة تكون بنينة وصغيراتكم وأحبابكم وضيوفكم يحبوها، اللي هي باجات فارسي. الباجات ما عملتهاش أنا في الدار، شريتها جست أنا عملت الفارس اللي فيها وبطريقة سهلة. كما قلت يعني ما تاخذ لكم مش وقت. شوفوا ما شاء الله الفرماج والبنة اللي فيها والمنظر اللي فيها ما شاء الله. بالنسبة للحشو اللي عملته يعني هذا اقتراح، وانتم تنجموا تعملوا كيفي ولا تبدلوا كيما تحبوا باللي متوفر عندكم في الدار. اول حاجة شريت باجات او خبز النوعية هذه. تنجموا تعملوا باجات صغيرة، تنجموا تعملوا نص باجات، تنجموا تعملوا خبز البان هذاك الكبير اللي يريحكم. انا اخترت نوعية هذه خاطر نحسها هيك كبيرة شوي، تنجم يعني نطبق فيها وصفتي. باش نحي الوسط كما موضح لكم في الفيديو بالسكينة، نحاول اني معناها نقص الوسط بالكدا، يعني نفرغه خاطر باش نعبيه بالحشو وباش تعطيكم البنة اللي تحبوا عليها، ما يبقاش كله خبز وما تطعموش يعني الحاجات اللي حشكم بها. المهم نقصها كما موضح ونحيه هيك بايدي. وهذاك الخبز اذا كان تحبوا تعملوه شابلور ولا تستغلوه كما تحبوا، اسهل حاجة انكم تعملوه شابلور في الفور يجيكم حتى هو سهل وسمح وتستعملوه في اي وصفة اخرى. نحاول نحي الوسط الكل ونخلي فيها كيما الحفرة. تو اول اقتراح باش نعمل الكريم فريش. جبت كمية من الكريم فريش، نحاول اني الكوتيات الكل نوصل لهم الخليط باش كي تقصهم بعد كل ترانش يجي فيه الحاجات الكل باش نحطها. هذه عملتها بالكريم فريش والاخرى عملتها بالهريسة. نوريكم كيفاش معناها عملتها نص بنص كريم فريش ونص هريسة، خاطر انتم عارفين الصغيرات مش كلهم ياكلوا الهريسة. بعد ما عملت الطبقة الاولى نجيب هذا الفرماج بتاع الهمبرجر ونحطه بالطريقة هذيك، ومن بعد جبت التن حطيت زي كيف طبقة من فوق بالتن. كما قلت نحاول ندخل منه ومنه في الكوتيات الكل خاصة الجناب، وشوية رشة معدنوس. هذه اختيارية اللي يحب ما يعملهاش يعني، ولا سيبولات ولا كما تحبوا. ومن بعد الطبقة الاخرانية اللي هي الفرماج الموزاريلا. انا اخترت الموزاريلا خاطر هو اللي يذوب ويعطينا البنة اللي حشنا به. بطبيعة الحال انتم يرجع لكم الاختيار، كل تعملوا كامبوبير، تعملوا اي نوع تحبوا عليه. عملت كونتيتي باهية فرماج من فوق. هذه الطبقة الاخرانية، ومن بعد رشة زيتون اخضر ولا اسود اللي متوفر. هذه وصفة متأكدة ان الصغار كل يحبوها، خاصة كانت تكون ماهيش حارة، صغيرات وصغار وكبار الحق. وفي الاخر عملت شوية زيتون حتى هو على كامل الباجيت. واخر حاجة اللي هي باش تضيف لنا طعم على محلاها وطراوة اللي هي زيت الزيتونة. ندهن الباجيت كله من الجناب الكل بالزيت، ونحاول نعمل قطرات زيادة في الوسط كما موضح. زيت الزيتونة فاوح ويبنن لنا وصفتنا. هذه اخر مرحلة نحطها على الجنب، وباش نحضر معاكم الكعبة الثانية نوريكم باش عمرتها وكيفاش عملتها. كما قلت لكم ما تنسوش كي تطبقوا الوصفة قطرات الزيت هذيك راه تضيف لنا بنة. وهذه الكعبة الثانية كيف نفس الطريقة، نقصها بنفس الطريقة ونحاول نحي منها الوسط ونفرخها. وباش نعملها
شطر هريسة وشطر كريم فريش. نجم تعوضها بالكريم فريش، تعوضها بالريقوتة، نجم تعوضها بالمايونيز، اي صوص يعجبكم. نجم تعملوها الكل هريسة، يعني كما قلت لكم مش الناس الكل تاكل الهريسة. شطر هريسة ونجيب مغرفتين ولا 3 كريم فريش ونكمل حتى مشطر الاخر. كما عملت الكعبة الاولى نعمل الكعبة الثانية. كيف نجيب شوية فرماج، هذايا الفرماج اللون اورانجي يعجبني القو متاعه ويذوب حتى هو في الوصفة. اذا عملنا بنا حتى على محلاه. نعمل كونتيتي كيما الاخرى. ومن بعد عندي سكالوب طيب، قصيته مكعبات صغيرة كما تشوفوا ووزعته على كامل الباقات الخبز عفوا. نجموا تعملوا حمى مفروم، نجموا تعملوا مثلا مرقاز كما تحبوا. وكالعادة رشة الموزاريلا في الاخر اللي باش تضيف لنا البنة اللي نحبها. نجموا تعملوا زيتون، نجموا تعملوا عدنوس كيما عملت الاولى، سيبولات كيما تحبوا. كيف رشة الزيت زيتونة ونعمل قطرات زادة في وسط الموزاريلا باش كيما قلت لكم باش تضيف لنا بنة على بنة. وهذوما الباقات نتاعنا الفارسي حاضرين، ندخلها من الفرن على اقوى درجة عندكم من فوق ومن اللوطة، جست انه باش يذوبك الفرماج ويذوب معنا المكونات الكلها تتجانس في بعضها وتكون وصفتنا جاهزة في دقائق تعملوها. شوفوا ما شاء الله خرجتهم من الفور ريحتهم متفحفح وبنان، خاصة البنة ما نحكي لكمش. شوفوا كيفاش الشكل متاعهم النهائي. ان شاء الله وصفتي اليوم تعجبكم وتطبقوها، خاطر ديما نحب نعطيكم وصفات سهله وبسيطه فيت في تعملوها، ما تكلفكمش برشا مكونات وما تكلف وقت زاده. ماذا بيا ديما نعطيكم افكار تساعدكم. باش نقص منها ترونش نوريكم من داخل هذايا اللي عملتها بالكريم فريش وفيها المعدنوس. نقص هكاك كلها ترونشات نوريكم بركة من داخل كيفاش وكيفاش الشكل متاعها النهائي. شوفوا تبارك الله المكونات كلها متجانسة، الفرماج دايب. لا نودكم لا نشهيكم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعملوها وصحة وبالشفاء للناس الكل، ورمضان مبروك مرة اخرى، وان شاء الله في وصفة جديدة ونهار جديد. الى اللقاء، ما تنسونيش بالابوني واللايك باش يجيكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.